مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. النهاردة عملت وصفة سهلة وبسيطة وحلوة أوي أوي أوي. عملت رواني. كل المكونات بتاعتها بسيطة، موجودة في البيت بإذن الله، وهي أوفر كتير من إننا بنشتريها من برا. يلا نشوف الوصفة الحلوة القمر دي عملناها ازاي. طبعا التزيين ده حاجة ترجعلك، بس دي أبسط صورة للتزيين صينية الرواني الحلوة دي. وصفة سهلة وبسيطة وحاجة حلوة كده بنأكلها لولادنا، عارفين احنا عملناها ازاي، وطبعا مش هتكلفنا كتير. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنا هنجهز الشربات او الشيرة او العسل زي ما انتوا بتسموه. دي كوباية سكر وعليها كوباية مية بنفس الكوباية، وعليها ليمونة شرايح. عايزة تضيفي بقى فانيليا، عايزة تضيفي عود قرفة سيجار، الحاجة اللي انتي بتحبيها والمتوفرة عندك ضيفيها. هنا اول حاجة زي ما قلنا واحدة سكر واحدة مية وليمون. باقي بقى المكونات عندنا هنا كوبايتين دقيق سميد او دقيق البسبوسة، وزيهم 2 دقيق ابيض، او 300 جرام و300 جرام، يعني بالجرامات او بالكوباية. وعندنا كوباية لبن ونص زيت وثلاث حبات بيض درجة حرارة المطبخ. وكمان عندنا كوباية زبادي 120 جرام. هنا انا ضفت الثلاث حبات البيض ونص السكر. على فكرة يا جماعة كمية السكر دي مش مناسبة للصينية دي، بس انا ما بحبش الحاجات اللي فيها سكر. يعني الكوبايتين السميد وكوبايتين الدقيق محتاجين كوباية وربع سكر، لكن انا بالنسبة لي نص كوباية ده مناسب قوي، لان انا لسه هضيف العسل. يبقى المقدار المظبوط للصينية دي كوباية وربع سكر. هنا هدوب 3 حبات البيض ونص كوباية السكر والفانيليا لغاية كده اما السكر يختفي خالص. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي ما بيحبش الحاجة مسكرة يعمل نفس المعيار ده، لكن طبعا اللي عايزها مظبوطة يبقى هيخلي كوباية السكر كوباية وربع. دي كوباية زبادي 120 جرام، هضيفها دلوقتي للبيض والسكر. هدوبها كده وبرضه هتختفي خالص زي ما احنا شايفين كده، ما بقاش ليها اثر. ونص كوباية زيت. لو احنا لاحظنا انا ضفت السكر والزيت بنفس الكوباية، وكوباية لبن حليب، واللبن ده بلدي بيكون طبعا غني اكتر. برضو هندوب الحاجات دي كلها كده مع بعض. 3 حبات البيض، نص السكر، نص الزيت، فانيليا، كوباية حليب، كوباية زبادي 120 جرام. هنا الدقيق سميد ضفتله كيس البيكنج باودر، وهبتدي كده ادوب المواد الجافة دي كده مع بعض، وهاخد الدقيق واحدة واحدة لغاية ما اخلي الدقيق السميد والدقيق الابيض والبيكنج باودر حاجة واحدة. وصفة سهلة وبسيطة وسريعة، ما بتاخدش وقت معاكي خالص. في الوقت ده بقى كان العسل خلاص خد غلوة كده على النار حوالي 10 دقايق او 7 كمان، وهسيبه يهدى شوية. وفي الأثناء دي برضو أنا شغلت الفرن، علشان المفروض هي تدخل على فرن سخن في الرف الأوسط على درجة حرارة 200، وهتفضل حوالي نص ساعة. تمام كده. كل شوية بنزل الدقيق حاجة حاجة لغاية ما كل الحاجات دي تمتزج مع بعض. خلاص كده أنا جهزت الحاجات الجافة، دقيق السميد ودقيق البسبوسة وكمان البيكنج باودر، كده دوبوا مع بعض كويس. وطبعا ما تنسيش رشة الملح الصغنونة خالص بين صوابعك. هرجع بقى تاني للمواد السايلة، وهبتدي انزل بالدقيق كده حاجة حاجة لغاية ما نمزج كل الحاجات دي مع بعض. اللي مجربش الوصفة دي يجربها حقيقي، هتعجبكم وهتبقى لطيفة قوي.
ولو عجبتكم الوصفة ياريت تقولولي في التعليقات، ولو انتوا مش مشتركين ياريت تشتركوا وياريت تفعلوا الجرس، ياريت تشوفوا القناة يمكن تعجبكم، ولو عجبتكم ياريت تقولولي، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك لو الوصفة عجبتكم. دي صينية مقاس 28 ودهنتها سمنة كده كويس قوي، وهبتدي انزل بالخليط بتاعي بعد ما جهزته وداب كويس مع بعضه وبقى جاهز. كده الفرن سخنت كده معايا كويس قوي، هبتدي كده اساوي الصينية من كل جنب كده، وهنشوف لما تخرج هتكون متساوية ومناسبة جدا، ولا هي عالية من مكان ولا رفيعة من مكان، كلها مستوى واحد. ضروري نعمل الخطوة دي عشان تبقى كلها مستوى واحد. وعلى فكرة في خطوة انا ما قلتلكوش عليها، انا ضفت معلقة خل ابيض، برضو الخل بيبقى حلو قوي قوي في الوصفة دي وبيخليها هشة كمان. كده كانت خلاص دخلت الفرن، استنيت نص ساعة لقيتها استوت، هي لونها فاتح بس الإضاءة هي اللي ظلماها، بس هي لونها مناسب وكان مظبوط قوي. كده هي استوت زي ما احنا شايفين. هنزل بقى بالشربات بتاعي وهتشرب كل الكمية اللي انا عملتها، وعلشان كده انا ما حبيتش يكون السكر كتير، علشان اكتفيت بالعسل اللي انا ضفته كمان، بالاضافة لنص كوباية السكر. واللي حابب انه يزود مفيش مشكلة، دي حاجة ترجع لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي كانت سخنة هنا لان العسل كان هادي شوية، لكن الصينية سخنة، الرواني كانت لسه سخنة. التزيين بقى دي حاجة ترجعلك، لو عايزة تضيفي جوز هند وشوية مكسرات كده على الوش مفيش مشكلة، وكمان شوكولاتة مبشورة. عايزة تسيحي شوكولاتة وتعملي بيها خطوط، عايزة تحطي كريم شانتيه، عايزة تحطي اي حاجة موجودة عندك، لو قطع فاكهة صغيرة اللي انتي بتفضليه اللي بتحبيه. لو عندك مانجا يعني ماسكة نفسها كده ينفع تقطعيها مكعبات صغيرة، برضو هيبقى شكلها حلو قوي وطعمها اكيد حلو لو انتوا بتحبوا الفاكهة على الرواني. بس دي كانت ابسط تزيين، وكان بصراحة طعمها حلو قوي، وكانت ريحتها قلب البيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الشوكولاتة دي كده انا عملتها بسكينة كده خفيفة، طلعت كده صغننة. لو حابة تسيحيها زي ما قلتلك وتعملي خطوط مفيش مشكلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفة سهلة وحلوة قوي 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 وهتفرحي ولادك، وتغيير كمان. طبعا لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. يلا سلام. وهنا انا ضفت شوية زبيب في النص.